ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، البنات عندي بقالهم كذا يوم بيزنوا عليا ان انا اعمل الكحك في البيت، لان هم بصراحة بيحبوا طعم كحك البيت اكتر من بره. انا كمان كده زيهم بالظبط. يعني مهما جبنا من محلات غالية ومن محلات كويسة، برضو بيفضلوا يحبوا طعم الكحك البيت وانا كمان. فبصراحة انا عمالة اتهرب منهم وبقول لهم نجيب جاهز وخلاص، لان انا بصراحة يعني ما عنديش وقت ومرهقة وتعبانة. الحمد لله طبعا على كل شيء. غير ان انا بصوا عندي دور برد جامد جدا، يعني بتكلم بالعافيه، نفسي كده مش طالع والكلام مش طالع كويس. فالحمد لله برضو على كل شيء. فهم مصممين للاسف الشديد. فقلت لهم خلاص انا هعمل معاكم ديل، وابقى انا كده بقى ايه، عملت اللي عليا. انا هنزل اروح فتح الله، احنا دلوقتي الساعه 4 العصر، ولو لقيت السمنه البلدي بسعر كويس انا هجيبها. وانا راجعه هروح عند العطار اللي جنبي اجيب بقيه المكونات بتاعه الكحك من عنده، وباذن الله باذن الله بعد الفطار نعمل الكحك مع بعض. لكن لو ما لقيتش السمنه يبقى كده خلاص مفيش نصيب، وانا كده عملت اللي عليا. فلبست الترنج كده على السريع، لان فتح الله جنبي والعطار كمان جنبي. الموضوع مش هياخد مني اكتر من نص ساعه مثلا، باذن الله يعني بدون مقاطعه. فهنزل كده واشوف، لو لقيت السمنه زي ما قلت لكم يبقى هيكون في نصيب ان انا اعمل الكحك في البيت. وطبعا هعمل شويه صغيرين على قد وقتي وعلى قد مجهودي، لمجرد ان انا اراضيهم كده وافرحهم. فهروح بقى دلوقتي واشوف كده هل هلاقي اللي انا عايزاه ولا مش هلاقي، وهنضطر ان احنا نجيب كحك من بره. لسه راجعه من بره وما جبتش خالص، تقريبا نص ساعه وكنت هنا. بس عايزه اقول لكم ان الجو حر نار، مع اني مش لابسه تقيل. بس واضح كده ان الجو خلاص ابتدى ان هو يحرر، كل سنه وانتم طيبين. وبرده واضح ان انا لقيت السمنه. انا كنت نازله وعماله اتلكك ان انا ما لاقيهاش، وارجع واقول لهم خلاص بقى انا كده عملت اللي عليا، فخلاص هنجيب كحك جاهز، ان انا لو ما لقيتش يعني. وابقى كده انا ايه، رضيت ضميري. بس لقيت، يعني سبحان الله، يعني تقريبا كده ربنا عايز يراضيهم ويفرحهم وما يزعلهمش. فالحمد لله الحمد لله على كل شيء. فانا نويت باذن الله ان انا بعد الفطار اعمل معاهم الكحك. انا كل اللي هعملهم تقريبا يعني يا اما كيلو ونص دقيق يا اما 2 كيلو دقيق. انا على العموم رحت عند العطار وجبت بقى ايه بقيه الحاجه، الدقيق والملبن والعجوه والسمسم والخميره وريحه الكحك. وجبت كل الحاجات بقى اللي انا هحتاجها على قد 2 كيلو دقيق. ولسه هقرر هشوف هل هعمل كيلو ونص بس ولا هعمل 2 كيلو، لان انا عايزه اقلل في الكميه لكذا سبب. اولا فعلا انا والله ما قادره، فعايزه اعمل حبه صغيرين عشان انجزهم بسرعه. لان طبعا في الخبز في البيت بياخد وقت، الفرن مش بياخد الا صينيتين الصينيتين. فالموضوع بيبقى مرهق جدا جدا. بس ان شاء الله ان شاء الله يطلع كحك زي الفل، وربنا يقدرني وافرحهم واعمل لهم اللي هم عايزينه. يا اما هعمل الاتنين كيلو، لسه والله ما عارفه، يعني ان شاء الله بعد الفطار اقرر. وكمان طبعا السمنه، يعني اي نعم، اللي انا لقيتها تعتبر سعرها الى حد ما كويس، يعني مقارنه ببقيه الانواع. ولكن تعتبر غاليه، لان انا بحب في الكحك بالذات، وفي كل حاجه العيد، وحتى والله في الاستخدام الشخصي بتاعي، ان انا استخدم السمنه البلدي الطبيعي. ما بحبش السمنه النباتي لان هي مضره وطعمها مش افضل حاجه. بس طبعا كل واحد يعني على قد امكانياته. فطبعا الحاجة غالية، يعني حتى لو كيلو دقيق واحد للكحك برضه هيطلع مكلف. فيعني هشوف كده بإذن الله نفطر. هنفطر النهارده بإذن الله كده عيش باللحمة على السريع. وبعد كده بإذن الله بعد الفطار على طول ابتدي بقى ايه في الكحك، وإن شاء الله إن شاء الله يطلع حلو ويتبسطوا ويفرحوا كده ويعيدوا هم مبسوطين. حضرت بقى الفطار بسرعة بسرعة كده، كنت هعمل عيش باللحمة زي ما قلت لكم، بس انا بعمله في عيش جاهز اللي هو العيش البلدي الجاهز كده في البيت. انا بحبه كده جدا، بيطلع محمر ومقرمش وبيبقى طعمه تحفة مع شوية مخلل. خلصت دول وفي شوية على النار لسه بيتحمروا وبيستووا يعني. المغرب قدمت خلاص في القاهرة، وفاضل 3 كمان زي دول، عشان انا والبنات النهارده هنفطر لوحدنا. بابام هيفطر بره، واحنا على الفطار مش بناكل قوي. فالنهارده كمان اللي خلاني اتشجع ان انا انزل، ويعني اقول اقرر ان انا لو لقيت الحاجه ان انا اعمل كحك، ان الفطار بتاعي كان سهل وسريع جدا، مش هياخد مني ولا وقت ولا مجهود خالص. فخلاص فاضل دقايق كده على المغرب نفطر، وبعد المغرب باذن الله نصلي، وان شاء الله ان شاء الله على طول نبدا في عمايل الكحك.
سميت الليه بقى وبدأت ان انا اجهز كده. جبت حلة ألمنيوم كده مش بلاستيك، عشان انا هعمل الكحكة على السخن يعني بسمنة مقدوحة، فالبلاستيك طبعا هيبقى السخونية عالية عليها مش هتنفع. المهم حطيت 2 كيلو دقيق هنا، وقررت ان انا اعمل ال2 كيلو كلهم، وان شاء الله ان انا اقدر اعملهم باذن الله. وطبعا اهم حاجة ان انا نخلتهم، وكمان حطيت عليهم ذرة ملح شوية صغيرين خالص. وهحط بقى عليهم دلوقتي نص كوباية سكر بودرة، وبرده هنخلها واقلب بقى ايه كل ده كده مع بعض. وبعد كده اضيف بقية الحاجة اللي انا مجهزاها جنبي هنا برضو. هعمل بقى ايه، هقلب كل ده مع بعض وهوريكم هعمل ايه تاني. قلبت بقى الدقيق مع السكر البودرة مع ذرة الملح، وبصوا عملت زي حفرة كده في النص. ليه؟ علشان هحط فيها ايه، السمسم ده. السمسم ده تقريبا حوالي 100 جرام، هو مش تقريبا، انا وزنتهم لقيتهم 100 جرام. انا قلت للعطار انا عايزه سمسم على قد ال2 كيلو كحك. هو بيبقى عارف المعايير بصراحه، فبيديني ايه الكميه المناسبه. فلما جيت وزنتهم على الميزان طلعوا ايه، 100 جرام. فهحطهم في النص كده. وهنا بقى حله تانية جهزت فيها كيلو سمنة، لان 2 كيلو الدقيق بياخدوا على طول كيلو سمنة. دي المقدار بتاعي وبيطلع مظبوط جدا. اللي عايزه انعم شوية يبقى الكيلو دقيق بيزود عليه فوق الكيلو سمنة 50 جرام كمان، فاهميني؟ يبقى كيلو و50 جرام، لكن انا بحط كيلو بس. هاخد بقى السمنة دي احطها على النار تقدح كويس قوي، علشان ارجع احطها بقى على باقي المكونات هنا. وطبعا مجهزة هنا الخميره، وانا بحب استخدم الخميره البيره في الكحك مش الفوريه. وكمان ريحه الكحك. كل ده بقى ايه هنبتدي ان احنا نضيفه كده بالترتيب ورا بعض. انا قدحت بقى السمنه كويس جدا، بس اهم حاجه طبعا ان انا اخلي بالي ان هي ما تتحرقش، يعني تقدح بس، لكن لا لونها يغمق ولا تتحرق. وهسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وواحده واحده وانزل على السمسم. بصوا الفوران ده، سامعين صوت الفوران وشايفين شكله؟ انا كده بالنسبه لي السمنه خلاص اتاكدت ان هي ايه، قدحت. انا مش عايزاها تتحرق. ولو حسيت ان هي بارده شويه، ممكن الشويه اللي فاضلين دول اولع عليهم النار تاني واكملهم. انا هولع على دول النار حبه كمان، وبعد كده ارجع اكبهم هنا واقلب كل ده مع بعض. سخنت دول شويه كمان، وهبتدي برضو انزل بيهم هنا بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم يا جماعه لانها بتبقى سخنه جدا جدا، يعني مولعه، ما ينفعش تلمس ايديكم حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطيت بقى الكميه كلها كده على السمسم. بصوا بقى الفوران والغليان ده هو ده اللي انا عايزاه. وطبعا مش هستعمل ايدي نهائي، مش هستخدم ايدي نهائي. بسم الله الرحمن الرحيم بمعلقه كبيره كده. وابتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، بصوا بتغلي ازاي. ابتدي بقى ان انا ادخل الدقيق بالراحه واحده واحده في السمنه، لحد لما الدقيق يتشرب كل السمنه بقى ايه اللي انا حطيتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. انا بحب الطريقه دي جدا، ودي الطريقه بتاعت والدتي الله يرحمها، اللي هي معتمداها وطول عمرها بتعملها، واحنا بنحبها جدا. الواحد زي ما بيقولوا كده، هو اولا الاكل اذواق، ثانيا تعود. يعني شوف احنا اتعودنا على ايه، واللي اتعودنا عليه ده هو اللي احنا خلاص بنبقى بنحبه من صغرنا. احنا متعودين ان هو ده الكحك الحلو بتاع البيت، اللي ليه طعم وليه ريحه. والبنات عندي برضو نفس الكلام، علشان انا يعني كذا سنه كنت بعمله لهم، ويعني كانوا بيدوقوا طبعا من ايد ماما الله يرحمها. فكانوا بيقولوا لي اه يا ماما هو ده الكحك الحلو. لكن بيدوقوا بتاع المحلات بقى بيحسوا ان هو يعني ايه، مش هقول وحش، بس ملهوش نفس الطعم ولا نفس الريحة ولا نفس النكهة. انا عايزة اقول لكم ان انا النهاردة اول لما جيت بالحاجة، قبل ما افتحها حتى وافتح الكيس، مجرد ريحة الكحك اللي هي دي كده، عشان احنا بنحب نحط ريحة الكحك، شموها قالوا لي الله يا ماما ريحة الكحك باينة. يعني مش الريحة نفسها، لا، يا ريحة الكحك نفسها اللي هي بتاع البيت دي، حسوا بيها على طول. ففرحت قوي بصراحة ان هم اتبسطوا يعني. فنسمي الله كده، ويعني نتوكل على الله، وان شاء الله يطلع بسم الله الرحمن الرحيم كده حلو ويعجبهم ان شاء الله. انا بعد ما قلبت بقى كل الدقيق بالمعلقه مع السمنه، طبعا كانت سخنه مولعه ما ينفعش ان انا احط ايدي فيها، فركنتها شويه. وبعد كده ايه عبال لما بردت حبه، رحت عجنت الملبن. الملبن ده بعجنه بحبه سمنه برضو. وعجنت كمان العجوه برضو بحبه سمنه. وبرضو انا جايبه نص كيلو ملبن وربع كيلو عجوه، عشان احنا بنحب الملبن اكتر. وكان عندي هنا ربع كيلو عين جمل، ده جايباه من اول رمضان، والله ما استخدمتوش في اي حاجه خالص، فكان في التلاجة. فهضيفه بقى معاها
مع الحشوات يعني. دلوقتي بقى اهم خطوة لازم تتعمل في الكحك عشان يطلع معانا ناعم جدا، وهي دي اللي بتطريه وبتنعمه وبتخليه ناجح، ان احنا نفضل نبث في العجينة وننعمها بالطريقة دي. ناخد العجينة بين كفين ايدينا كده، ونبتدي ان احنا ايه، ندعكها في بعض الدقيق بالسمنة بالشكل ده، كل الكمية بقى لحد ما نحس ان هي نعمت وبقت مالسة خالص. بعد كده بقى بنضيف ريحة الكحك والخميرة ونعجن بالمية، لان احنا لغاية دلوقتي ولا حطينا مية ولا حطينا خميرة ولا حطينا ريحة كحك. لازم نعمل المرحلة دي الاول، علشان هي دي اهم مرحلة اللي بتنعم الكحك. لو عجنا بالخميرة والمية على طول من غير ما نعمل المرحلة دي هيطلع ناشف جدا ومش هيبقى حلو. بصوا كل ما بندعك بين ايدينا، طبعا هي لسه دافية يعني مش باردة خالص، كل ما بندعكها بين ايدينا كده كل ما بتنعم ازاي. بس كده ده اسمه ان احنا بنبث العجين علشان ينعم معانا. هعمل بقى الكمية كلها وبعد كده بقى اضيف الخميرة واعجن بالمية. وبرده كتر المية في الكحك بينشفه، يعني المية المفروض ليها كمية معينة، وبرضو كل نوع دقيق على حسب ما بيشرب مية قد ايه. بس في الغالب كل كيلو دقيق بياخد كوباية مية. بس انا في الاول بحط مثلا على 2 كيلو دقيق كوباية ونص بس، واشوف هل هيحتاج تاني ولا لأ. لو احتاج النص اللي فاضل بحطه، محتاجش يبقى خلاص عشان ما ينشفش مني. بسيت العجينة كلها، بصوا بقى الفرق الشكل بيبقى عامل ازاي، بتبقى ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش مفرولة نهائي. وهنا بقى حطيت الخميرة، هي دي كمية الخميرة اللي على 2 كيلو. وهنا بقى ريحة الكحك هحط بقى ايه، انا هحط ازازة ونص، مش هحط الازازتين كلهم عشان ما تبقاش ريحته قوية قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحدة، وهحط من دي شوية كمان وبس كده. يعني اعتقد كده كفايه قوي كده، خلاص ريحه الكحك خلاص. وهنا الخميره بقى هحط عليها معلقه سكر، وهحط عليها شويه ميه دافيه. بصوا هي دي كوبايه اهي، خلاص هاخد منها شويه نصها مثلا ادوب فيها الخميره والسكر. وبعد كده بقى ايه اكمل كميه الميه على حسب بقى ما يبقى العجين محتاج. فهشوف بقى هياخد كوبايتين الميه كلهم ولا ممكن احتاج مثلا لكوبايه ونص بس. هضيف بقى هنا اول حاجة نص كوباية المية بالخميرة والسكر دول، وبعدين احط النص التاني. يبقى انا كده ايه حطيت كوباية واحدة، وبعدين هحط نص كمان وابتدي اعجن واشوف بقى. هي بقى التانية اهي مش هحطها كلها، هحط نصها دلوقتي بس. تقريبا كده كفاية، وهشوف بقى اذا كنت هحتاج دول ولا مش هحتاجهم. عجنته بقى خلاص، شربت كل المية والخميرة، وعايزة اقول لكم ان انا فعلا ما احتاجتش النص التاني، يعني اخد مني كوباية ونص بس. طب عرفت ازاي؟ بعد ما بعجن يعني خالص وببتدي ان انا ادخل كل المية والخميرة في العجينة، ببتدي اجرب بقى حتة كده واخدمها كويس واشوف هل مثلا مشققة ولا لا. واجرب بالمنقاش كمان عشان المنقاش بيبين اكتر. هل كده واضح لكم؟ مش عارفة. فبلاقيها بقى ناعمة ومظبوطة كده، اعرف ان هي كده خلاص تمام مش محتاجة مية. لكن لو لقيتها شققت مني ومش عايزة تتنقش وعمالة تتقطع مني في النقشة، يبقى هي كده ناشفة ومحتاجة مية كمان. فانا لقيتها خلاص مظبوطة وناعمة كده، مش محتاجة اي مية زيادة، والحمد لله انا ما حطيتهاش مرة واحدة. عشان كده بقول لكم مهم جدا ان احنا نحط المية في اي عجين بالتدريج. عموما السوائل مية لبن نحطها بالتدريج. بس كده خلاص. هبتدي بقى اروح اشتغل فيه على طول، احشي كده واشكل واولع الفرن واخبز، وباذن الله يطلع كويس. وعايزه اقول لكم هو مش بيتساب بقى خلاص يخمر، يعني طول ما انا شغاله فيه هو بيبتدي يخمر، ويخمر في الصواني بعد التشكيل. يعني انا دلوقتي هشتغل فيه على طول، مش هسيبه بقى تاني خلاص. عملت بقى شوية الصواني دول التلاتة الكبار دول، والصغيرة دي الصغيرة دي انا عملتها اول واحدة عشان انا هختبر بيها. يعني ايه هختبر بيها؟ يعني ولعت الفرن وسبته يسخن، وهدخلها هي لوحدها خالص دلوقتي علشان اشوف التسوية. الفرن هياخد معايا وقت قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة؟ هيحتاج الشواية ولا هو هيحمر من فوق ومن تحت على طول؟ كل ده اعرفه من الصينية دي عشان ما ادخلش كمية كبيرة ويكون التسوية مش مظبوطة. فالصينيه دي هي هتبين لي بقى الوقت، هتبين لي الرف، هتبين لي درجه الحراره المفروض ان انا ادخل عليها الباقي.
فاهمين قصدي ازاي؟ وعايزه كمان اقول لكم على نوع السمنه اللي انا استخدمته. انا استخدمت سمنه اسكندريه. انا عموما مش اول مره اجربها، انا بستعملها عموما، وهي حلوه جدا، ريحتها حلوه وطعمها حلو ومرمله، وطبعا سمنه طبيعي، بس سعرها اقل من انواع تانية كتير. فهي دي اللي انا جبتها النهارده عشان اعمل بيها. بس كده هروح بقى ادخل دي واشوف التسويه بتاعتها هتاخد مني وقت قد ايه، وايه اللي هيحصل في التسويه بالظبط. وبعد كده بقى ايه ابتدي ادخل باقي الصواني كده بالترتيب. يعني اول واحده عملتها او اول اتنين عملتهم هما اللي هدخلهم اول اتنين عشان يكونوا خمروا معايا شويه. وبعد كده اكمل برضو حشو وتشكيل وكده، واخبز بقى حبه بحبه. خلاص خلصت الحمد لله الكمية كلها وخبزتها كلها، وطلعت كلها الحمد لله ما شاء الله زي الفل. طلعت زي ما انا بعملها كل مرة، ما فيهاش اي حاجة غلط. ناعم جدا، طعمه تحفة، والتسوية مظبوطة. الكاميرا كمان يعني ظلمة شوية، اللون في الحقيقة مش كده. الكمية دي كلها طلعت من 2 كيلو دقيق. لو عايزين بقى تستفسروا عن اي حاجة، الوزن الصافي كام، نوع السمنة ايه، التكلفة كلها ل2 كيلو دقيق كام، اكتبوا لي في الكومنتات وهرد على الاسئلة بتاعتكم. واكتبوا لي برضو رأيكم في الكومنتات في الكحك نفسه بقى. الحبة دول كلهم كده ملبن بالمكسرات، والحبة اللي هناك دول عجوة بالمكسرات، والحبة الصغننين دول ملبن من غير مكسرات عشان بنتي الصغيرة مش بتحب المكسرات. فعملت لها صينية كده على قدها ملبن من غير مكسرات. بس الحمد لله الحمد لله فرحانة جدا، وما شاء الله ان هو طلع زي ما انا عايزة. مستنية بقى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير.